الكل طبعا اتفرج على فيلم الفيل الازرق، واكيد كمان قرأوا الرواية بتاعته وافتكروا ان هي اكيد مجرد حكاية من وحي خيال الكاتب وخلاص. بس ده اللي كان يقصده فعلا الكاتب احمد مراد عشان يداري على القصة الحقيقية اللي حصلت في محافظة القليوبية ويشهد عليها سكان المنطقة كلهم. اهلا بيكم في العالم بتاعي المليان بالاثارة والغموض. مبدئيا لو انت ما كنتش مشترك في القناة فاعمل سبسكرايب عشان هيكون فايتك كتير قوي. ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. المتهم محمد منتصر، واحد من سكان القليوبية، واحد من عيلة مقتدرة، وحاصل على بكالوريوس تجارة سنة 2016. شاب سكري زي ما بيقولوا بالبلدي كده بتاع كاس، واخد الدنيا عافية شويتين تلاتة. بس جه عليه يوم من الأيام اللي غير حياته تماما. عايدة السيد أحمد المجني عليها، شابة عندها 20 سنة من أسيوط، وجت سكنت في محافظة القليوبية. أجرت شقة في عمارة من أبو محمد. محمد كان بيحاول يكلمها أكتر من مرة، كان بيحاول إن هو يجر أي كلام معاها، بس هي دايما كانت بتصد. وقتها حس بالفشل والاحراج لانه شايف نفسه شاب وسيم ومفيش اي بنت في العالم ترفضه. ومن هنا هو قرر اللي مش هياخده بالذوق هياخده بالعافيه. وفي يوم عايده رجعت البيت متاخر ومفيش ربع ساعه بالظبط لقت الباب بيخبط. مين اللي على الباب؟ انا محمد ووالدي بعتني عشان اعرفك ان الايجار هيزيد. فتحت الباب وهي متعصبه وبتسال هيزيد ازاي، انا لسه ما كملتش الشهر. وقبل ما تنطق بحرف تاني محمد حقنها بمخدر ودخل بيها الشقة وقفل الباب عليهم واعتدى عليها اعتداء كامل وهي فاقدة للوعي نهائيا. بعد ما خلص جريمته ما استكفاش بكده وبس، نزل اشترى بوتاص وحطها في بانيو الحمام وخنقها لحد ما اتأكد ان النبض في جسمها وقف تماما. وبعدها رش البوتاص كله على جسمها وفضل مستني 6 ساعات لحد ما جلدها كله ساح وما تبقاش منه الا غير العظم. اخد عظمها كله ورماها لكلاب الشوارع. وعدت الايام ومحمد سافر عشان يخلص الدكتوراه بتاعته، ومحدش عرف حاجة عن عايدة لأن بطبيعتها كانت جديدة في المنطقة ومحدش يعرفها. لكن والد محمد أول الشهر فضل يخبط عشان ياخد إيجاره بس محدش رد عليه. وآخر ما زهق كسر الباب، وأول ما دخل لقى البيت كله مترتب ومتنظم والأكل محطوط في التلاجة، بس عايدة مش موجودة. استنى يوم واتنين وتلاتة ومفيش أي جديد، فهو افتكرها نصابة وقال ده جت قعدت يومين وخدت بعضها ومشي والموضوع اتكتم على كده. بس عايدة ما سكتتش، فضلت روحها ساكنه الشقه. مفيش حد بيسكن الشقه غير لما بيطلع منها. مره اتسكنت لعرسان جداد ومشيوا بعد جوازهم ب 15 يوم، والسبب ان العروسه لقت الباب بيخبط، واول ما فتحت لقت جوزها في وشها حضنها وطلعت له هدوم ودخل عشان ياخد دش. مفيش ربع ساعه بالظبط عدت ولقت الباب تاني بيخبط، واول ما فتحت لقت جوزها في وشها. وقتها قرروا ان هم لازم يسيبوا الشقه على طول لانهم حسوا ان في حاجه غلط. وفضل الحال كما عليه 8 شهور. اي حد جديد بيجي يسكن لازم يحصل موقف معاه يخليه يسيب الشقه. وبعد حوالي مده 10 شهور رجع محمد ومعاه 2 صحابه يوسف وعماد. رجعوا يقعدوا في الشقه يومين عشان يخلصوا ورق الجيش بتاعهم، بس للاسف ما كانش فيه غير الشقه المشؤومه دي. واللي سمعوا عن اللي بيحصل في الشقه طبعا، ومحمد سمع كمان عن اللي بيحصل وقال لك دي كلها خرافات. بالفعل قعدوا اول يوم ومفيش اي حاجه حصلت، وتاني يوم برضه عدى ومفيش اي جديد. الشقه كويسه وما فيهاش اي حاجه تخوف. وجه اليوم اللي بيحضروا فيه شنطهم عشان يمشوا. نزل وقتها عماد ويوسف عشان يشتروا شويه حاجات، وطلع محمد لاهله عشان يسلم عليهم ويودعهم. وبعد نص ساعه سلامات محمد نزل الشقه تاني ولسه بيطلع التليفون عشان يتصل باصحابه يشوفهم فين، لقى الصدمه قدامه. من اثر الصدمه وقع على الارض لما لقى يوسف غرقان في دمه واحشائه خارجه بره بطنه وملامحه كلها متشوهه. اللي في نفس الوقت دخل فيه عماد ولسه بيتكلم وبيقول لمحمد لميت الشنط، لقى الصدمه قدامه. صوت بصوت عالي اول ما لمح يوسف بالمشهد ده. محمد من اثر الصدمه فضل قاعد على الارض ما بيتكلمش، وعماد فضل يقول بصريخ قتلته قتلته. وقف محمد وهو بيبلع ريقه بالعافيه عشان يفهم عماد ويوضح له ان هو ما عملش حاجه، بس عماد فتح الباب ولسه هيخرج. وقتها محمد خاف وشد
لعماد ودخله جوه وقعد يقول له انا ما عملتش حاجه، لكن عماد ساعتها ما صدقوش وقال له محدش غيرك هيعملها، وانت الوحيد اللي معاك نسخه من مفاتيح الشقه، وانت اكيد مقعدني معاك هنا عشان نلبس التهمه سوا. رد محمد عليه وهو متوتر وخايف والله انا ما عملتش حاجه وتعالى ساعدني نخبي الجثه ونهرب. عماد رد عليه انا مش ههرب في حته وهفضحك كمان. ولسه عماد هيعلي صوته ويصرخ راح محمد شال السكينه اللي في يوسف وطعن بيها عماد، طعنوا بيها في جسمه 12 طعنه، وبدل الجثه الواحده بقوا جثتين. ولسه محمد بيحاول يهرب لقى جثه يوسف واقفه قدامه وفي صوت انثوي بيطلع منه، ملامح يوسف بدات تتغير لملامح عايده. وقتها محمد افتكر عايده اللي قتلها من 10 شهور وقدرت ان هي تضحك عليه وتتجسد في هيئه يوسف، وقالت له بصوت مخيف انت فاكر اللي انا هسيبك؟ دلوقتي في جثه حقيقيه يا محمد وبصمت ايدك كمان. فضل يعيط ويصرخ ويقول لا انا اكيد في حلم. ضحكت وقالت له لا دي الحقيقه يا محمد، انت زعلان من العدل ليه؟ مش اعتديت عليا وقتلتني؟ قالت جملتها من هنا واختفت تماما. بس في نفس الوقت باب الشقه اتكسر واهل محمد نزلوا وجيران الشارع كلهم اتلموا لان كان صوت الصريخ عالي وما كانش طبيعي، ويوسف الحقيقي كان موجود مع اهل المنطقه. اول ما كسروا باب الشقه لقوا عماد مقتول والسكينه في ايد محمد، ووقتها اتحبس بتهمه قتل عماد، وروح عايده ارتاحت ومشيت من الشقه. ودي يا صديقي قصه الفيل الازرق الحقيقيه. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير مع اصحابك اللي بيحبوا قصص الرعب، اعمل لهم شير في الفيديو ده بالذات وعرفهم قصه الفيل الازرق الحقيقيه. بس كده واخيرا انا احمد شكر وحكايتي دايما في انتظاركم.